أي فلما أسلم كل واحد منهما لأمر الله. وقيل إن إبراهيم أسلم فذكر بسم الله، وأن إسماعيل استسلم ليذبح فقال لا إله إلا الله. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فجاء الكبش فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، فلا يكاد يضحي إلا ويذكر خبر إسماعيل، ولا يكاد يحاج إلا ويذكر خبر إبراهيم، ولا يكاد يسعى ساعي بين الصفا والمروة إلا ويذكر خبر إسماعيل وهاجر عليه السلام. أيها الأحبة، هذه القصة عن إسماعيل. وأقول مهما تكلم على معظم الشيطان قول لم يأته الأول. أقول قولي هذا يا رب اللهم وفقنا قبل التابعين ووفقنا إلى ما ترضاه يا كريم، اللهم آمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، يقول سبحانه وتعالى بالله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم عيد كل طيبين. وسعوا على الفقراء والمساكين واحتسبوا ذلك في ميزانكم عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا. اللهم ربنا تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل أعمالنا. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. وتابع لنا ما بين الحج والعمرة يا الله. يا الله. ربنا انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. آمين. كن عونا ومعينا ناصرا ونصيرا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.